شركات ومشاريع كبيرة للأسف بتقع علشان مفيش تخطيط قوي عاملة صح، وده للأسف بيحصل في شركات كتيرة لما بيستنوا الأزمة تحصل علشان يبتدوا يدوروا على موظفين جدد. بس في الورك فورس بلاننج في حاجة اسمها تحليل الطلب، وده معناه ان انت بتبص على خطة الشركة المستقبلية، ناويين يعملوا ايه جديد، هيتوسعوا، هيدخلوا اسواق جديدة، هينتجوا منتجات جديدة، وبناء على الاهداف دي بنحدد نوع الموظفين اللي محتاجينهم، وهيكون عددهم قد ايه، وامتى هيتعينوا بالظبط، وتكلفتهم المتوقعة هتكون كام، وبتحدد ان هم موظفين فول تايم ولا بارت تايم، محتاجين مهارات معينة لسه مش موجودة عندنا في الشركة. ده بيخلينا مستعدين قبل ما نشوف حريقة ونطفي فيها، وهنعرف نخطط ازاي نوفر الموظفين الصح قبل اصلا ما نحتاجهم، وده بيوفر عليك وعلى الشركة وقت وفلوس ومجهود، وتضمن ان مفيش مشروع يتأخر او جودة تقل علشان في نقص في الكوادر. طب لو شركتك بتخطط المستقبل، فكر كده وقول ايه اكتر حاجة تتوقعها في اللي انت محتاجه من الموظفين الجدد. ما تنساش تعملي فولو علشان تعرف معلومات اكتر عن الاتش ار، واي ابديتس فيه اكيد انا هقوله لك.